ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نشوف طاقة الاسحار اللي حوالينا، نشوف ايه القيود اللي منعاكوا ان انتوا توصلوا لاهدافكم. هتكون طاقة جريئة شوية تخليكوا تعرفوا طاقتكم المدفونة او الطاقة المخفية دي وراها ايه. محتاجين ان احنا ناخد نفس عميق كده وفكروا في الحاجة اللي انتوا حاسين ان هي متأخرة او عطلانة بقالها فترة، او في اي عارض او طاقة سلبية، او حتى تكون طاقة حسد. يعني وارد تبقى طاقة حسد وما يكونش في طاقة اسرار اصلا. طيب خلينا نركز ونقول اهم حاجة واضحة في الفيديو وصريحة، ان هي طاقة اسحار. شايفة ان طاقة الاسحار دي واضحة قوي وصريحة بسبب ظهور الكارت ده معانا. كارت الهاوس اوف جاد ده حاجة كبيرة قوي في طاقة الأسحار، وليها علاقة بكارت الانهيارات المفاجئة. يعني حد يكون حياته ماشية بيرفكت كاملة متكاملة، هوب يحصل له دروب حياته كلها تخرب. ليها علاقة بالناس اللي اتطلقت، ليها علاقة بالناس اللي ممكن تكون عاملة مشروع فاتحة محل أو عندها مصنع أو حاجة، هوب حصل زلزال، هوب حصل حريقة اتدمر بالكامل. فأنا شايفة هنا ان اسوأ طاقة نازلة واسوأ كارت بادئ معايا ان هو الهاوس اوف جاد. بس الكارت ده ليه ميزة، ممكن نقول ان السحر هيتقلب على الساحر الفترة الجاية. مش شرط فترة قريبة، مش شرط فترة وسط، مش شرط فترة بعيدة، بس الكارت ده بيقول ان اي حد اذى حد بطاقة سحر او اذى او حتى نوع من انواع التسليط، ربنا هيسلط عليه شر نفسه. تمام، نرجع لطاقة السحر بتاعتنا تاني. شايفة هنا ان طاقة السحر دي جاية من اقرب الاقربين، لان انا شايفة هنا ان اغلب اللي بيسمعني دلوقتي الطاقة دي جات لها من صاحبتها، من اختها، ممكن من امها، لان انا شايفة في هنا امهات اذت عيالها بسحر، ما تستغربوش موجودة. شايفة هنا ان الفترة الجاية او في ناس اوريدي ابتدت تكتشف ان الطاقة دي جايلها منين، ان الغدر ده جالها منين. فللأسف يا جماعة الغدر ده جه من دمكم وجه من ظهركم، انتوا اتطعنتوا بطريقه انتوا ما كنتوش متوقعينها. بس خلاص خلينا نقول ان انتوا اكتشفتوها، واللي ما اكتشفهاش هيكتشفها. واي حد بيتعالج مع راقي شرعي او مع شيخ، نسيبنا من بتوع الدجالين وبتاع السوشيال ميديا الفتره دي يا جماعه، نتعامل مع ناس ثقه. هتبداوا يجيلكوا رؤيه مناميه الفتره الجايه من الشخص اللي طعنكوا في ظهركم، وحاولوا ان انتوا تتقبلوها. هتكون امك، هتكون اختك، هتكون حماتك، هتكون خالتك، هتكون عمتك، مش هتخرج بره الدايره دي. ووارد تكون جدتك. ماشي. شايفه هنا ان الناس دي استخدموا معاكم طرق يعني متعدده الافكار لاجل ان هم يسحروكوا. طبعا الحاجه المشهوره جدا السحر المرشوش. شايفه هنا ان اغلب الاسحار اللي موجوده قدامي سحرها مرشوش قدام عتبة البيوت، قدام عتبة الشغل، قدام عربية. فأنا شايفة هنا إن السحر أول واحد ظاهر معايا هنا السحر المرشوش، واللي عامله لكم واحدة ست هي سبب الطعن ده في ظهركم. طيب تمام، الست بقى اللي عملته لكم دي ممكن يكون وصفها ايه؟ شايفة ان هي ست عنيفة، اسلوبها مش حلو، مشاعرها باردة من ناحيتكم. يعني انتوا ممكن تكونوا فكرتوا في يوم من الايام ان هي بتكرهكم او بتكرهكم، هي السبب ورا الطاقة السلبية دي او السحر ده. فانا شايفة هنا ان الكارت ده بيقول انه اي سحر انتوا حاسين بيه هو معمول، اي حد انتوا شاكين فيه هي اللي عامله. فانا شايفه ان الفتره الجايه الطاقه دي هتوضح لكم، وهتبداوا تعرفوا مين اللي اذاكوا، وهتبداوا تكتشفوا حقائق بدون مجامله. انا شايفه ان الطاقه دي قويه، وهتبدا ان هي اصلا تعمل لكم كده ذبذبه في دماغكم، وهتبداوا تربطوا خيوط ببعض. بس في الاول وفي الاخر احنا هناخد الفكره من هنا ونرجع لربنا، ما نروحش لحد على النت. انا وضحتها واضحه وصريحه، لان انا شايفه ان في ناس هتدفع فلوس كتيره جدا جدا جدا، هتبتدي من 5000 لحد 25000 في ان هي تفك، مش هيتفك. انا شايفه ان الموضوع كله روحاني في ايد ربنا في الاول وفي الاخر، ومحتاج حد ثقه. تمام. شايفه هنا ان السحر ليه علاقه بطاقه الماضي او بفتره الطفوله. شايفه ان الست اللي اذاكي اصلا من صغرك على
مستوى تعليم، على مستوى اجتماعي، او بفتره الطفوله اصلا من وانتي طفله ما كانتش عارفه هي اذاكي ليه او عايزه تاذيكي ليه. فانا شايفه هنا ان السحر اللي موجود قديم جدا جدا جدا، وليه علاقه بتاريخ العيله. العلاقات ببعض زمان ما كانتش احسن حاجه، فالناس كانوا بيأذوا بعض في عيالهم. شايفه هنا في طاقه حسد، شايفه في طاقه حسد، بس طاقه الحسد دي متراكمه وجايه بوقف حال، برضو جايه من العيله، حد قريبكم حاسدكم في وقف حال، او في طفل محسود عندكم. يعني انا شايفه ان في طاقه كمان حسد طالعه على الاطفال مأثره عليهم جدا. بس انا شايفه ان الفتره الجايه في القادم ان هيكون في تحرر من طاقه الاسحار. في اسحار بتحتاج ان هي بتتجدد، وفي اسحار بتتجدد لوحدها. بس انا شايفه ان 60% او 70% من الاسحار اللي موجوده هنا حد هو اللي بيتحكم فيها، حد هو اللي بيجددها. فشايفه ان ممكن يحصل حاجه لعدم تجديدها الفتره اللي جايه. شايفه ان الفتره الجايه هتخرجوا من طاقه التعطيل. شايفه بس السبب الاول والاخير ان السحر ده يتفك ان احنا نرجع لربنا تاني. يعني هو مش هيتفك تلقائي، مش هيتفك دايركت، وارد يتجدد، وارد اللي عاملاه تجدده. فانتوا محتاجين ان انتوا تأمنوا نفسكم. شايفه هنا ان محتاجين تحصنوا بيوتكم جدا جدا جدا، لان انا شايفه ان ناس كتير مأهمله موضوع التحصين ده لمجرد ان هي بتشغل قرآن وبتفتح الشباك وبتجدد طاقه المكان. لا يا جماعه، انتوا اصلا ممكن كده تأذوا نفسكم وانتوا مش حاسين. ممكن كده الدنيا تخرب معاكم والوضع يزداد سوء وانتوا مش حاسين. شايفه هنا الفتره الجايه في ناس هتحتفل، هيكون عندها احتفال في بيتها، عيد ميلاد، فرح، خطوبه، نجاح. نخلي بالنا عشان في سحر هيترمي الفتره الجايه خلال 4 عدات. السحر ده هيترمي في بيت الناس اللي تحت بيتهم زرع او شجر او حاجه، تخلي بالهم عشان السحر ده هيترمي لهم فيها. شايفه ان هيبقى في سحر مرشوش على الحيطان بتاعه البيت او على السلم. مش شايفه ان هيكون على عتبه، شايفه ان السحر ده هيترش على مبنى. طيب تبتدوا بايه؟ تبتدوا ان انتوا تحصنوا نفسكم، نصلي، نقرا قران، سوره البقره باستمرار، سوره الصفات، سوره الزلزله، سوره الفيل، ترد الاذى عن الشخص اللي هو اذاكوا. وهتفرق معاه جدا على فكره، وانتوا هتبداوا تلاحظوا ان هي اثرت في الشخص المؤذي، وهتعرفوه اصلا من كده. لان انا في بدايه الطاقه قلت في حاجه كده من عند ربنا هتخليكوا تكتشفوا الست دي او تكتشفوا الست اللي عامله لكم. شايفه ان الفتره الجايه اول كارت نزل معايا ان دايره الاسحار دي هتتقفل. شايفه ان الطاقه دي خلاص هيكون في مرحله جديده ليها علاقه بان انتوا تنتصروا على طاقه مش احسن حاجه في حياتكم. شايفه ان طاقه السحر دي جايه معاكم ان هي تفجر اسرار، تتفتحوا، تدمركم في شغلكم. غدر في الاول وفي الاخر هو غدر وغيره. بس الطاقة دي خلاص نقول ان هي مرتبطة في الماضي، مش شايفة ان هي ممكن تتجدد تاني. شايفة ان خلاص على وشك ان انتوا تخلصوا منها. على فكرة ممكن الست اللي عملت لكم السحر دي تتوفى او اوريدي هتوفت. يعني نركز في الحتة دي شوية لما انا بقول ان السحر ده ممكن ما يتجددش تاني. وارد ان الست دي اصلا تكون اتوفت، او الست دي رقدت في كده بقت طريحة الفراش. دي حاجة وارد ان هي ما تخليهاش تجدد تاني. بس برغم قوة الكروت دي كلها وبالذات الكارت ده، شايفة ان الاسحار دي هتنتصروا عليها قريب وهتحصنوا. بس انتوا اللي بايديكوا تحصنوا التحصين اللي ما يرجعلكوش الطاقة دي تاني. فنركز يا جماعة وما نأمنش لحد. والناس اللي بتستلف هدوم ما تحاولش تدي لحد حاجة. خلوا بالكم من الشرب، محدش ياخد ازازه الميه بتاعتكم، محدش يبدل لكم الشرب بتاعكم. لو الطاقه دي عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش تتفاعلوا.